السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربة كسر الموتوسيكلات. ازيكم يا رجالة؟ والله في أسئلة كده جات لي على القفل بتاع العجلة. ناس كتيرة طبعا شغالة بالمكنة وكده، وبالذات الناس اللي شغالة طلبات أو أبليكيشن طلبات أو شحن وكده، وبيضطروا إن هم ينزلوا ويسيبوا المكنة ويطلعوا يوصلوا أوردرات أو يسيبوا المكنة شوية. أو حتى لو أنت عندك مكنة والموضوع دوت بيقلق ناس كتير. ف... فانا بصراحه القفل اللي انا جايبه دوت مريحني. هو اصلا القفل دوت المفروض ان هو بيتحط تحت في المساعد. ف المفروض بيتعلق في المساعد. فطبعا انا بصراحه اتخنقت منه تحت، بيفضل يعمل زنه ويترجرج وكده. لكن اخر ما اتخنقت راح حطيته الحطه دي بقى ريحتني، مداري ولا بيترج ولا بيعمل صوت وانا ماشي ولا اي حاجه. وفي نفس الوقت يعني بصراحه عامل معايا واجب. فنصيحه لاي حد شغال بالمكنه، حتى لو انت مثلا مش عارف تجيب القفل ده، ان هو غالي. يعني هو كان الكلام ده كان ب 200 جنيه او حاجه زي كده، معرفش دلوقتي سعره وصل كام. الكلام ده كان من سنه. في مثلا ممكن تجيب قفل بتاع الاسطوانه بيخش في الاخرام دي. فانت لو ما لقيتش، لو عندك الاسطوانه زي عندي كده رفيعه، ممكن تجيب قفل عادي. يعني لو جبت قفل عادي بس مش ما يكونش ظهري، يكون نحاس او جامد، وتدخله في الخرم كده، خلاص هيقفل معاك. هي المشكله كلها ان انت تمنع حركه العجله انها تلف دوره كامله، لان اللي بيجي يسرق المكنه سيبك من اللي بيعمل ما يخليش المكنه تبطل، ما يخليهاش تدور. لا، هو اصلا الحرامي ما بيفكرش غير ان هو يدور المكنه ويطلع يجري. فانت مش هتبطلها، هتخليه يزقها. طب ما انت هو اصلا مش هيعرف يزقها بسبب ان العجله هتتقفل. يبقى انت كده قفلت عليه الدنيا. فانت اعمل اللي عليك، آه، هاتلك قفل زي كده او قفل صغير حطه في العجله. او لو انت مثلا ما عندكش علبه بتاعت جنزير زي دي كده. يعني انا عشان عندي علبه جنزير مش هعرف احط قفل ورا. لكن انا في ناس مثلا ما عندهاش علبه جنزير زي الداين 4، زي الهوجن 3، اللي هي المكن اللي هو ما فيهوش علب جنزير زي كده. القفل هتحطه في المشقبيه او حته الفراغات اللي في الجنزير، بين الجنزير وبين الترس. يعني الترس اللي ورا دوت هتلاقيه فيه فتحات، هتشبك من ورا كده، هتقفل القفل على الجنزير والترس. هيقفل معاك برضو العجله الورانيه، لان هيجي يلف كده هتبقى الجنزير عايز يفك من القفل، فمش هيعرف، فهيقفل له. انت كده قفلت العجله اللي ورا. والعجله اللي قدام كذلك، هتجيب القفل دوت وهتقفل بيه العجله اللي قدام، او القفل بتاع الاسطوانه الباكن. هيقفل معاك اللفه برضو بتاعت العجله. فنصيحه مني، اي حد شغال بالمكنه وبيسيب المكنه، او حتى ما مش شغال، يعني انت لو هتسيب المكنه وطالع بيتك ولا حاجه وعايز تأمنها، اعمل اللي عليك. اقفل العجله واقفل الجدون واعمل اللي انت عايزه بعد كده ان شاء الله. ف يعني انا عن نفسي والله يا جدعان، انا بركنها في البيت، بقفل العجله اللي قدام بالقفل بتاعها، وبقفل بجنزير على العجله برضو اللي قدام، وبقفل باب البيت وبقول الدعاء ان ربنا هو الحافظ. يعني هو ربنا لو كتب لنا انها هتتسرق كل دوت برضه هتتسرق. بس هو يعني ربنا قال اعقلها وتوكل. احنا بنعمل اللي علينا، بناخد بالاسباب وبنتوكل على الله بعد كده. ف يعني زي ما انتم شايفين كده اوريكم. بيتقفل عادي في العجله.
برجع احطه تاني هنا. ده احلى مكان ليه، وهو كده كده اصلا ما بيعملش صوت مع المطبات ولا حاجه، زي الفل. فاي حد شغال بالمكنه ياخد حذره، لان اليومين دول يعني حرام، يعني المكنه دلوقتي بقت بفلوس. فحظك انت ورزقك ونصيبك تعرف ترجعها ولا لا. فانت اعمل اللي عليك، خد بالاسباب، امن مكانتك، وربنا يحفظكم يا رب، وربنا يستر طريقكم. ولو في اي تعليق ولا اي استفسار انا معاكم في القناه، سيب التعليق او سيب استفسارك، وانا اول ما اشوفه هرد عليك. متنسوناش في اللايك واشتراك في القناه، ومستني دعمكم ليا. والسلام عليكم ورحمه الله.